صفقة القرن هي محاولة أمريكية إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان مشروع سياسي اقتصادي، استغلالا لظروف الأمة وتمزقها ووجود اختراقات للأسف على المستوى السياسي والأمني. وهذا المشروع سيفشل لأنه مصادم لحقوق شعبنا الفلسطيني. هذا اللي الصفقة لا يوجد فيها ما ينفع المصلحة الفلسطينية، هي تصفية للقضية الفلسطينية، تصفية الأرض وحق العودة والقدس، وليس فيها دولة فلسطينية حقيقية. وهذه الصفقة هي تضييع لكل النضال الفلسطيني عبر العقود الماضية، فلا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل أن يتنازل عن أرضه وعن حقه في العودة وعن القدس وعن قيام دولة فلسطينية مستقلة حقيقية. هم يريدون مخادعة المنطقة بالدخول عبر المدخل الاقتصادي كنوع من الرشوة، ولكن هذه لعبة مكشوفة. للأسف هناك مواقف عربية وإسلامية متماهية مع هذه التحركات الأمريكية الإسرائيلية المشبوهة، ولكن الأمة بمجموعها على مستوى الشعوب، وهناك كذلك دول وقادة وحكومات لا يقبلون صفقة القرن ويلتزمون بالموقف الفلسطيني. ولله الحمد الموقف الفلسطيني موحد ضد صفقة القرن، ولذلك لا مستقبل له. نتمنى من الأمة أن تلتزم بموقفنا الفلسطيني، ثم أن تكون مستشعرة للمسؤولية عن قضية فلسطين، قضية الأمة الأولى، وألا تقبل المساومة عليها. غزة تحاصر لأنها تقف صامدة في وجه الاحتلال، لأنها امتلكت قوة حقيقية تصعب على الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة فضلا عن احتلالها، ولأن غزة تحكمها القيادة التي جاءت عبر الانتخاب، فهي قيادة حرة امتداد الانتخابات عام 2006، وبالتالي هم لا يريدون غزة أن تكون حرة في قرارها وفي سياساتها وفي تمسكها بنضالها وبسلاحها. ومن هنا الحصار على غزة عقوبة لها ومحاولة لتركيعها، ولكن غزة صامدة رغم معاناتها القاسية. المطلوب من الأمة العربية والإسلامية والمسلمين عموما أن يقفوا إلى جانب غزة، الشعوب كلها والأنظمة والحكومات، هذه مسؤوليتهم أن يعملوا على كسر الحصار عن غزة وعلى استنقاذ القدس والأقصى. هذه مسؤولية تاريخية. الصراع الشديد بيننا وبين الصهاينة على القدس، هم يعتبرون القدس عنوانا أساسيا في الصراع ونحن كذلك، لكن الفرق بيننا وبينهم أننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل، ولذلك يعملون على تهويد القدس وأسرالتها وطرد السكان الفلسطينيين منها وتضييق الحياة على الناس فيها، فضلا عن الحفريات تحت المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه. هذه معركة تاريخية، معركة مصيرية. أهلنا في القدس يلتفون في مدينتهم ودفاعا عنها وحول مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، والحمد لله أفشلوا كثيرا من المخططات الإسرائيلية، ولكن والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ملتف حول هذا العنوان الكبير القدس والأقصى. وعلى الأمة الإسلامية بكل أطيافها أن تمارس مسؤولياتها تجاه هذا العنوان الكبير، والتاريخ سيسجل من وقف مع القدس ومن خذلها، كما سجل التاريخ من حرر القدس مثل صلاح الدين الأيوبي، ومن استلم مفاتيح القدس الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الذي خذل القدس والمقدسيين وأدى موقفه إلى فقداننا لدرة هذه الأمة. هذا جزء من ممهدات صفقة القرن، وهو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كإشارة من الإدارة الأمريكية أنهم يسلمون بهيمنة الصهاينة على القدس، والقدس تحت الاحتلال ولكن لا شرعية لإسرائيل فيها ولا في أي جزء من أرضنا الفلسطينية. طبعا العرب والمسلمون وأحرار العالم رفضوا هذا القرار،
ولكن هذا الرفض هذا خطوة أولى تحتاج إلى ترجمة إلى سياسات جادة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس، ودعم المقاومة الفلسطينية، وأن تبذل الأمة الإسلامية والعربية جهدا من أجل استنقاذ القدس والمسجد الأقصى المبارك. هناك أزمات كما تعلمون، لا أسميها حروب أهلية بقدر ما هي أزمات داخلية داخل القطر الواحد والدولة الواحدة، وهناك أزمات بين الدول المتجاورة وغير المتجاورة. للأسف الأمة في حالة انقسام ونزيف داخلي وطغيان للخلافات والانقسامات العرقية والطائفية والمذهبية والسياسية. هذا أمر مضر. الأمة تعيش حالة مرضية مؤسفة، هذه الحالة يستغلها أعداؤنا في صرفنا عن معركة فلسطين والقدس من ناحية، وفي نهب ثرواتنا من ناحية ثانية، وفي تمزيق بلادنا وتفتيتها وإضعافها ونهب خيراتها وإفقادها مرحلة الاستقرار. هذه الحالة ينبغي أن نخرج منها سريعا. كيف نخرج منها؟ أولا بأن نحترم إرادة الشعوب وأن نعطيها حقها في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وثانيا أن يكون هناك نوع من الوفاق السياسي الوطني الداخلي في كل بلد بين القوى السياسية ومع الأنظمة في حالة من التراضي العام، وبتوافق على سياسات تحكم البلد يتراضاها الجميع لنحافظ على وحدتنا الوطنية وعلى استقرار بلادنا. هذا الذي نأمله، وهذه مسؤولية من طرف الأنظمة والقادة ومن طرف القوى السياسية. والشعوب أعتقد أن ضميرها دائما حي، والشعوب إذا وجدت ما يعرض عليها من خير فهي لا ترفضه. العبرة أن تأتي المبادرة من القادة والأنظمة والزعماء والحكومات، وكذلك من القوى السياسية المختلفة.